السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله كما غادي تشوفوا غادي نضفوا شويه هاد البركه هذه. طبعا التنظيف ديالها راه كيخصو يكون مره في العام. هذه حاجه ضروريه لان اي بركه واخا كيكون فيها البومبات كبار وداكشي كيخصها دائما لونتروتيان، يعني ضروري خص الواحد يقابلها. حنايا الفتره اللي كنا كنصلحوا في الدار راه ما كانش عندنا الوقت نهائيا باش نقابلوا هذاك الشيء، علاش بزاف الاوراق وداك الزريعه النباتات وداك الشيء كطيح في الماء، وملي كتمشي لتحت كتولي عاطيه الريحه بحال الواد الحار، وهذا الشيء خطر على الحوت، خصوصا انهم تزادوا عندنا حوتات صغيورين. المهم غادي ندوروا بهذا الشيء ان شاء الله وغادي نقيوه. غادي نركبوا واحد البومبه جديده ان شاء الله، غادي نوريها لكم تشوفوها، اللي هي عندها بيسونس كتر، هي هذه اللي كتشوفوا كتبقبق، لان دوك اللي كنا شرينا من قبل شريناهم ديال الشينوا وكياكلوا الضوء، ولكن في نفس الوقت يعني داك الماء ما كيكونش كتير، ما كيتدفقش بطريقه كبيره. بالنسبه للناس اللي جداد اللي عاد شافوا هذا الفيديو هذا، فكيفاش صاوبنا البركه راه كاينين الفيديوهات، غيترجعوا الفيديوهات السابقه وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش صاوبنا انا وسليمان. يعني كيفاش حفرنا وكيفاش صاوبنا الباش وكل شيء. المهم داكشي التفاصيل كيفاش درنا لكل شيء ان شاء الله راه كاينين في الفيديوهات السابقه. وبالنسبه للناس اللي متبعينا دائما فانتم غادي تشوفوا خاصنا نقيوها، لان كتشوفوا الماء ولا بحال شي واد الحار، وهذا الشيء المنظر ديالو ما بقاش زوين نهائيا، وحتى كما قلت لكم مضر بالنسبه للحوت. وبالنسبه لهذيك البومبه يعني الفم ديالها واسع، وبالنسبه للجهد اللي كتدفع ديال الماء 8000 لتر في الساعه، هي مزيانه مزيانه صراحه بزاف. مازال غادي تخصنا واحده اخرى ان شاء الله، غادي نحاولوا نشوفوا اللي غادي يصيفطها لنا، لان غادي نحتاجوها في الجهه الاخرى، يعني في الشلال الاخر، لان باقي فيه ديال الشينوا، وهذيك راه عيانه بزاف نهائيا ما كتدورش الماء كاع دابا مؤخرا، غير كتاكل الطاقه باطل. وبالنسبه لهذا الجهد ديالها صراحه راه زوين مقارنه مع هذوك اللي شرينا ديال الشينوا، يعني اش غنقول لكم راه فرق كبير كبير. وحتى الاستهلاك ديال الطاقه اولا ديال الضوء ما كتاكلش بزاف. كما كتشوفوا الفم ديالها هو هذا، دايرين لها يعني درجات. حنا طبعا غادي نحيدوا هاد اللي غادي يضيقوا المجال الماء ديال التدفق ديال الماء، غادي نخليو الفم الواسع، داكشي علاش راه شفتوا كنقطعوا بالكاويه. وبالنسبه للتيو غادي نستعملوا غير اللي كيتداروا لي بيسين، لان كيما قلت لكم هادشي ما كاينش هنا في المغرب، اولا الا كاين حنا ما عرفناش فين نشريوه. يعني ما عندناش فكره، قلبنا حتى عينا والو كما كتشوفوا. المهم هادشي اللي غادي نقضيو داكشي اللي موجود عندنا. بالنسبه للتيو خديناه فيه 11 متر، غادي نقطعوه. كما كتشوفوا هو طويل بزاف، غادي نقطعوه باش غادي نديروه يعني لداك الشلال يرجع يخدم، لان ما بقيناش كنخدموه، لان الماء التدفق ديالو ضعيف، وفي نفس الوقت يعني المنظر ما كاينش. الا كما كتشوفوا صافي سليمان فزق مزيان هذيك النبته وبدا كيحاول باش يحيدها. وغادي نحاولوا نقيو هذا القدام كامل، وحيت كما قلت لكم هذا القدام هذا اللي كان عاطيني زعما صراحه منظر زوين داك الورد، ولكن غادي نحيدوه لان كيطيح بزاف الزريعه ديالو وداك الوسخ ديالو فوق من الماء. هنايا نقصنا الماء مزيان، هذا النهار الاخر نقصنا الماء مزيان، وكنحاولوا نقصوا هذاك الخز وداك الوسخ غير بداك واحد الطروفه ديال لواط قدام عندي. بالنسبه للبومبا كما كتشوفوا راه هنا فين كنت دايره البومبا الاولانيه ديال الشينوا، يمكن دابا غادي نبدلها البلاصه باش تبان شويه البركه واسعه. غادي نردها في جهه اخرى، انا غادي نوريكم فين. هنا كما كتشوفوا انا كنغسل له هاد الطروفه ديال غير لواط شاط عندي، وكان موسخ لاصقين فيه النباتات اليابسين، داكشي علاش قلت خليه نمسحو به وصافي. وغادي نقيو شويه الحاله الحوت، لان بقى فيه صراحه توسخ بزاف. اش غادي ندير؟ هذيك الشبكه غادي نقطعها ونلصق فيها شبكه اخرى غير حتى نجيب دوك السماطي باش نهزو الحوت نحيدوه في واحد البلاصه. عاد نخوو هاد الماء كامل خصو يخوى. انا شفت الطريقه باش ها ايوا عافاك ديرها هي ديرها باش نعمروا الماء. واخا راه الحوت مساكن، شوفوا فين راكزين مساكن بقاو فيا، لقاش ما عندناش باش غادي نحيدهم، خصنا ديك الشبكه اللي غارقه باش نقدروا نهزوهم. والمشكله كتار الصغيورين وخفنا عليهم، هذاك الشيء علاش دابا غادي غير نقيو شويه، ولكن من بعد ان شاء الله فاش يكبروا
ونصاوب هذيك الشبكه غادي نهزوهم ونديرهم في البانيو. وهذا خصو يتخوى كامل كامل كامل، يعني ما يبقاش موسخ. ومازال غادي نشريو ان شاء الله واحد اش كيقولوا لها سليمان، ديك اللي كتعطي لا بريسيون ديال الماء، بحال باش كيغسلوه في اللافاج ياك. هو بحال تيو كي فوالا هذاك اللي خاصنا، هذاك اللي خاصنا لقاش هو باش كيضربوا هذا الحجر هذا باش كيتنقى كله كيتحيد منه هذا الخز. وحنا دابا ثاني مره كنقيوه شي شويه بحال هكا، ولكن الحوت معذب صراحه، ما بغيتوش يتعذب كما كتشوف هنايا شويه، حيت عندنا غارق راه مشى لهاد الجهه. وهاد العمليه سليمان قلت لك سمعتهم تيديروها مره في العام ضروريه، واخا كيكون داك البومبات والجهد ديال الماء لا بدا كيتكون هذاك الخز، ولا بدا خافوا منك. اي لا 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 غادي تموت منتي حرام عليك منتي حشومه عليك سليمان، اش بغيتي عندها؟ حرام عليك، هذاك الصدم على شي وحده الصغيورين ما كاع فين راهم. حرام عليك خلعتيني عليها. هي هذيك ميته خاويه صافي عليها، صافي غير خليها بلاش، رميها هرها نشوفها، رميها مسكينه تكلات مبقاتش. ايه والله يرحمنا جميع. الجيه فيها الدفء العائلي. نجي ما تسجيش ها تقولي كان فيها بلاستيك. لا 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 كتار عندي، وهذيك راه يبسات كيتا كتكرفس هذاك واش ناسو الزوينات الزوينين. واش الدجاجات قلالة ولا غير صحابني؟ شحال من دجاجة بقات؟ شحال من دجاجة بقات؟ الدجاج قلال يمكن لا؟ هذا هو العدد اللي كان. شحال وحدة؟ كان 32 دابا كنشوف 18 كان داك المرض ديك المرة ثاني داك المرض هو اللي قتلهم. ساكن سليمان قريب داكشي اللي هي العود. لا هو عافاك دابا سليمان، هو هذيك اللوحه وداك الشيء خدها الرسام مسكين. ها كيرامر سليمان كيرامر. سنجرو شويه لهاد الجي. ها بعيد دابا اللي قريب. والله داك اللي قريب نجينا من نار جهنم يا رب العالمين.
سخون هادشي بزاف. هي الرمله خصنا نبدلوها اللوني هذيك اللي عندهم بهادي. كريم كتصور العافيه سبحان الله العظيم. شي كدير بحال كاين شي غاز ولا شي حاجه تحت منها كتيابس. هذاك الشيء باش كتشعل دغيا دغيا في هذوك الغابات خصوصا في الصيف. الله يستر يا ربي السلامه. كتشد دغيا دغيا. صراحه توحشنا هذيك الزايده حتى العافيه هكا. دار بحال هاد الايامات كان جات واحد الحراره تبارك الله تبارك. درجة الحرارة عالية 47 ولا 50 وما عرفتش شحال كاع. الطوموبيل كانت فيها 50. كنقول لهم على الحرارة فاش وصلت داك النهار. اليوم عاود هاد الايامات بارد الحال. هادشي هذا اللي كيطير هادي ما عندها كيطيح عليك بنتي. اعتذر منكم. الفيديوهات ديال النهار الثالث فاش دفنا البومبا مع الاسف مشى لي هذاك الفيديو. هنا كما كتشوفوا ديك الصخره راه ما كانتش من قبل. هي اللي دايرين تحت منها البومبا، يعني ما كنحطوش فوق منها مباشره، كنديروا حجرات في الجناب والبومبا تحت منها، عاد كنحطوا الحجره غير باش كتكرشيها ما تبقاش باينه. هنايا راه درنا هذيك البومبا جديده يعني اللي هي ديال المانيا، لكن بالنسبه ديال الشينوا راه بقات في بلاصتها تحت من هذا الشلال هذا. المهم مازال ان شاء الله خاصنا اللي يصيفط لنا، يعني غنقلبوا على شي حد اللي نصيفطوا له الفلوس ويصيفط لنا البومبا، لان محتاجينها بزاف. هاد الجهه راه الماء اللي فيها يعني فيه تدفق ضعيف جدا. المهم غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي نديروا باش نبدلوها حتى هي، حيت فيها شويه الخدمه. خاصنا عاوتاني نحفروا لها ونجيبوا التيو الاخر يجي حتى لهنايا، يعني لهاد الكوديه هذه باش كيعطي بحال الشلال. والمنظر ديال الماء طبعا كما كتشوفوا راه ضعيف شويه. نورمالمون هاد البومبا هذه زعما راه كاتبين فيها 9000 لتر في الساعه، ولكن هي غير كذوب وغادي يبان لكم الفرق. الاخرى 8000 لتر في الساعه اللي هي ديال المانيا، راه التدفق مزيان وكتاكل غير 70 واط، وهذه 170 واط. وتدفق ديال الماء نتوما شفتوه راه ضعيف جدا. المهم غادي نبدلوها ان شاء الله مع الوقت، كلشي كيتقاد ان شاء الله مع الوقت. اهم حاجه هو شي حاجه اللي ما غاديش ندموا عليها ان شاء الله هي هاد البركه هذه، لانها رائعه. عطينا واحد الاحساس بحال رحنا في عطله على طول العام، يعني ما كنحسوش بالملل، كنجلسوا حداها تما في هذيك لاطيراس فاش كناكلوا، فاش كنجمعوا في العشيه، فاش كدور الشمس ويعني ما كتكونش هكا فوق من راسنا. راه صراحه شي حاجه اللي ما عمرنا ندموا عليها. وداك المنظر ديال الحوت شي حاجه اللي كنصح اي واحد عنده شي مساحه يدير هادشي في الدار، لان راه رائع. اللي عنده غير واخا غير جريده صغيره صراحه راه شي حاجه اللي كتحسكم بواحد الراحه نفسيه كبيره بزاف. مازال ان شاء الله غادي تشوفوا راني كنبت ديك الزريعه ديال اللوتوس باش نديروهم هنايا في البركه، باش يعطيو شويه الضل للبركه وحتى الحوت يعيش مرتاح. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو.